الكود قال لك بقى شويه اشتراطات. قلنا الاختصار المحاضره كلها شفنا المواد الضاره والمش عارف ايه. الميه اللي انت تقدر تشربها استخدمها في الخرسانه، يبقى الميه النظيفه اللي لا ليها طعم ولا لون ولا ريحه. استخدمت اي ميه بقى بص على الاشتراطات بتاعتك. تعال نشوف الاملاح الاول، النسب بتاعتها. اتفقنا في املاح الكليه، كل الاملاح بقى بتاعتك بوتاسيوم وصوديوم ومغنيسيوم، كل الاملاح دي بتتقاس ما تزيدش عن 2 جرام في اللتر او 2000 بارت بالمليون. بعد كده الكلوريدات قلنا 500 بارت بالمليون. الكبريتات 300 بارت بالمليون. في انواع تانية الكربونات والبيكربونات 1000 جرام بالمليون. كبريتيد الصوديوم 100 جرام بالمليون. المواد العضويه اللي قلنا عليها والزيوت والشحوم ما تزيدش عن 200 جرام بالمليون. المواد الغير عضويه بعد كده قلنا البي اتش او الاس الهيدروجيني بتاعك ما يقلش عن كام؟ عن 7. لا يقل زمن الشك الابتدائي لعينات الاسمنت المجهزه بالميه اللي انت هتستخدمها اللي مش عارفها دي ما تقلش 45 دقيقه، وعندك 25% من زمن الشك، يعني ما يزيدش عن 25، يعني تاخد الاقل ما بينهم. زمن الشك النهائي ما يزيدش عن 12 ساعه، وبرده باختلاف ايه؟ 25%. نفس الحكايه للضغط، مقاومه الضغط بعد 7 ايام مقاومه الضغط بتاعه الميه اللي بتختبر بيها الميه بتاعه عينات المونه بعد 7 ايام، مش بعد 28 يوم زي رتبه الاسمنت. ما يقلش المقاومه عن 90% من مقاومه الضغط بتاعه الماء الايه؟ الصالح او المقطر. عندك اختلاف 10% بس مسموح بيه. لو بتستخدم ميه جوفيه خلي بالك بيبقى فيها املاح وبتاع، انت عملت التست بتاعت الاملاح وطلع مظبوط مثلا في الرينج المظبوط، لازم دوريا كل شهر تعمل التست بتاعك ده. انت ما تعرفش ايه اللي ممكن ايه يخش على المياه الجوفيه دي ويغير من خصائصها. يبقى لازم ايه؟ لازم اختبارات دوريه للمياه بتاعت الخلط بتاعتك. الخلطه اللي انت صممت بيها وعرفت بيها مكونات الخلطه بتاعت الخرسانه هي نفس الميه اللي انت هتستخدمها في المشروع. يعني ما تستخدمش هنا نوع ميه عشان تديك مقاومه وتصمم عليها مكونات وتقول انا هحط كميه اسمنت كذا واحط بتاع عشان تطلع لي المقاومه دي، وتيجي تغير المواصفات بتاعه الميه، تغير من مواصفات الميه وتغير لك في الاخر من مواصفات الخرسانه اللي انت عاوزها. قلنا الاملاح بتسبب بقع او تزهير، تدي شكل غير مقبول. نفس الشروط اللي احنا قلناها دي عشان الميه اللي هتخلط بيها الخرسانه هي نفسها الشروط دي تطبقها على ميه المعالجه اللي هتعالج بيها الخرسانه لما تتسلط، وهي نفسها لو في مناطق حاره وهتستخدم تلج. قلنا ميه البحر ما تجيش ناحيتها تماما، لا في الخرسانه المسلحه ولا الخرسانه السابقه اللجان. قلنا الاملاح تسبب صدى الايه؟ الحديد. الحديد موجود في الخرسانه المسلحه وموجود في الايه؟ في الخرسانه اللي فيها كابلات. طيب لو مضطر جدا انك تستخدم ميه البحر، استخدمها في حاجه ما فيهاش حديد، استخدمها في حاجه ما يكونش فيها حديد. واي سطح خرسانه فيه حديد تحاول تعزله بقدر الامكان عن الخرسانه اللي انت مستخدم فيها الاملاح دي، عشان الاملاح ما تنتقلش برضو للايه؟ للخرسانه اللي انت مستخدم فيها حديد. وبرضو الشرط بتاع محتوى الكبريتات والاملاح برضو متحقق. لو هتخزن الميه بتاعتك في الموقع، الميه مش شرط تبقى جايه من مصدر مستمر، ممكن يبقى عندك تنكات في الموقع، وبالتالي التنكات دي لازم تحافظ عليها ان هي تبقى مقفوله. الميه المحتوى الميه اللي انت هتحطه في الخرسانه ده محسوب منه محتوى التلج او الميه الساقعه اللي انت هتحطها في المناطق الايه؟ الحاره. يعني كميه الميه دي ممكن تحطها ساقعه او تحطها سخنه. ونفس حاجه لو هتدوب الاضافات في الميه دي برضو محسوبه من ايه؟ من كميه مياه الخلط. خلصت الخلطه ما بين كل خلطه والثانيه عشان ما يتسابش شويه ميه من الخلطه القديمه وايه؟ وتزود محتوى الميه في الخلطه الجديده. يبقى اي ميه للغسيل بتاعه الخلاطه دي لازم يتفضى تماما ويتفرغ تماما.
الميه انك تقيسها بالوزن في كل حاجه كده صعب. يعني جايب برميل وحاطط فيه خرطوم الميه، وطول ما هو قاعد على الخلاطه يحط جايب جردل او حاجه معايره، عارف ان الجردل ده مثلا 25 لتر 10 لتر اي حاجه، يبقى بيعاير بالحجم. حجم الميه هو وزنه، لان الكثافه بتاعت الميه كام؟ 1، الكثافه النوعيه بتاعت الميه 1، فالوزن هو الحجم. والوعاء اللي انت بتعاير بيه ده لو كان صاج او حاجه وحصل له انبعاج هيأثر لك على الحجم اللي انت عاوزه للخرسانه، صح؟ حجم الميه. وبالتالي انت لازم تتاكد ان ايه؟ معايره كل شويه كده تاكد من ايه؟ من الحجم ده هو الحجم المظبوط. ممكن تحطها طول ما هي الخلاطه شغاله، ممكن تحطها على دفعات عادي، لكن بعد ما ضفت الميه كلها ولقيت ان هي محتاجه ميه، تقدر تضيف لها ميه في الموقع؟ ما ينفعش. يبقى لا يسمح تماما انك تضيف ميه في الموقع للايه؟ للخرسانه بعد خلطها. انت ضفت كميه الميه دفعه واحده في البلانت، خلاص ما تضيفش تاني ايه؟ ميه تاني خالص. عاوز تزود من قابليتها للتشغيل او حاجه، في طرق تانيه قلنا ليه؟ الاضافات.